السلام عليكم اصحابي واحبابي. الجاسوسية، العلم الغريب والعجيب اللي كل حكاية فيه بتختلف عن التانية، العلم اللي مليان إثارة وغموض. تعال نشوف حكاية النهاردة. حكاية النهاردة عن شاب حاول يكون بطل العالم في الكونغ فو، وحب يكون ممثل كبير ونجم مشهور زي أحمد زكي، فوقع في براسل الموساد وبيجي جاسوس. تعال نشوف الحكاية بدأت ازاي. في عام 2008 جت معلومة للاستخبارات إن في شاب مصري دخل السفارة الإسرائيلية في نيو دلهي في الهند، وقعد هناك حوالي ساعة، وتاني يوم سافر على تايلاند، وطلع من المطار على السفارة الإسرائيلية وقعد هناك حوالي 10 ساعات. مش مهم بالنسبة لهم هو قعد كام ساعة، المهم مين دوت وحكايته ايه وبيعمل ايه. الحكاية بدأت في القاهرة، في عزبة اسمها عزبة مكاوي في سنة 1974. اتولد طارق عبد الرازق لأسرة فقيرة جدا. والده كان بواب، كان بيحلم ان هو يكون قوي ويسمع الافلام. ادمن القهاوي وادمن ان هو يقعد على القهاوي ويشوف افلام الاكشن بتاع فان دام، وكانت منتشره حاجات ليوسف منصور وحاجات زي كده. اتذهل وانبهر وبيجي يحوش القرش على القرش ويقعد قدام الفيلم في القهاوي وهو مبهور، لحد ما حصل حاجه غريبه. سمع فيلم النمر الاسود لاحمد زكي. في اللحظه ديت اتبهر بيه وقرر ان هو يبقى ملاكم. وفعلا بدأ يحط صور محمد علي كلاي ويحط المعلومات اللي موجودة قدامه، وازاي بدأ يجري في الشارع وبدأ يتنطط واشترى ووكمان، وكل شوية يسمع أحمد زكي يقول لك اتقدم ويطلع يجري، وأمه تقول له يا منايل على عينك أحمد زكي مين وبتاع مين، خليك يا ابني احنا مش ناس مش لاقيين ناكل. يقول لها يا أما أنا هروح لألمانيا، يا أما أنا هبقى النمر الأسود، يا أما أنا هنتشلكم من الفجر. بعد كده ساب الملاكمة واتجه للكونغ فو. المدرب بتاعه حب يتريق عليه أساسا، فقال له انت تقدم في معهد في الصين. قال له ازاي؟ عاد كتب له، دخل على النت، الراجل بيتريق عليه وجاب معلومات لمعهد في الصين، وقال له ده المعهد اكتب لهم اسمك وبياناتك وهم هيترجموا هم هيترجموا بمعرفتهم. كانت مجرد نكته ويعني بايخه، بس لانه مريض نفسي قرر ان هو يجمع كل فلوسه وكل يوم يبعت للمعهد اللي في الصين. وبعد حوالي 6 شهور جات المفاجأة وردوا عليه ان هم موافقين. واكتر من كده الحظ لما ياتي يخلي صاحبنا ساعاتي، بعتوا له فيزا وكمان جواز تذكرة، وقالوا له دي منحة مجانية كمان لمدة 2 سنين. بدأ يتعلم اللغة الصينية وتوجه هناك على الصين، وبدأ يتعلم الكونغ فو على أصوله زي ما بيقول، ونشأت بينه وبين واحدة صينية قصة حب. لكن بعد 2 سنين خلصت المنحة ورجع لمصر، وقرر بعد كده ان هو يبقى مدرب كبير، وبدأت الأحلام تداعب خياله ان هو هيكسب ويعمل. قدم في النادي الأهلي وفعلا اتجبل، بس كان مرتبه 40 جنيه، طبعا ما يكفوش أي حاجة. وأمه تقول له يا منال على عينيك كونغ فو ايه وكلام فاضي ايه، شوف لك شغلانة شوف لك صنعة. يقول لها ياما انا لسه الحلم موجود في دماغي، انا هبقى احمد زكي وانا هسافر وانا هتطور وهتقدم وهعمل حاجات كتيره. اتعرف على مجموعه من الشباب وقالوا له احنا هنعمل مصنع لتدوير البلاستيك. خد فلوس امه وخد الذهب بتاع اخواته البنات، وخد كل الفلوس اللي ابوه محوشهم حوالي 50,000 ودخل معاهم، والمشروع فشل. كلم صاحبته او حبيبته اللي هي الصينيه ديت وحكى لها الموضوع، قالت له انا هبعت لك تاشيره وانت تجيلي ونحاول نشوف شغل هنا في الصين. بالفعل خد التاشيره وتوجه على الصين. قعد هناك حوالي 6 شهور يدور على شغل يمين شمال، مفيش شغل، لحد ما غزه المنيل على عينه. كان قاعد قدام جهاز اللابتوب بتاع حبيبته ديت اساسا، لقى موقع بيقول له لو عاوز تكسب $1,000,000 ادخل هنا. داس اوكي ودخل. قال له الموقع طلعت فيه معلومات، وما كانش يعرف ان الموقع دوت اساسا للموساد. قال احنا طالبين ناس بتفهم اللغة العربية والفارسية مقابل مادي مغري. صاحبنا كتب البيانات بتاعته كلها وبعتها، واستنى حد يرد عليه، مفيش. قرر ان هو ينزل مصر، وقبل ما ينزل مصر ب3 ايام جات له الرد. قال له احنا موافقين ان انت تشتغل معانا بمبلغ $10,000 في الشهر. طبعا المبلغ ده في سنة 2008 حاجة مهولة يعني. اتبهر واتذهل. قالوا له انت تطلع على الهند، اسف تطلع على تايلاند،
وهتقابل شخص هناك. وبالفعل راح هناك، ما لقاش الشخص ده، يتعفرت وخلاص. وهو طلع على المطار بعد ما يئس، جاب له الشخص دوت. قال له انت حكايتك ايه؟ قعد يحكي له الموضوع. قال له انا من الاخر انا ضابط في جهاز الموساد، تشتغل معايا؟ اتخض واتذهل. قال له المرتب 10,000 دولار. بدأ يهدى. قال له اكتب لي كل قصة حياتك. كتب له قصة حياته كلها، وبدأوا يتابعوه ويشوفوا كل المعلومات اللي موجودة عنده. قال له انت تطلع على مصر وما تعملش اي حاجة لحد ما نبعت لك ونقول لك تعالى لنا مرة تانية. وبالفعل سابوه لمدة سنة كاملة من غير اي ما يكلموه ولا اي حاجة، لدرجة ان هو بدأ يتناسى الموضوع. وفي مرة من المرات جات له رسالة ان هو مطلوب في الهند. راح الهند وبدأ يدربوه على أجهزة اللاسلكي، وقالوا له انت تطلع على مصر وهتعمل شركة، وهتطلع على سوريا وهتعمل شركة، وهتطلع على لبنان وهتعمل شركة، وهتكون مهمتك تجنيد اكبر عدد من الشباب المصريين والسوريين واللبنانيين، خاصة المهندسين الاتصالات. وبالفعل عمل الشركة وبدأ ينزل اعلانات وبدأ ينزل بيانات، وبدأت ينضم ليه مجموعة كبيرة جدا من الشباب المصريين، بدأ يفرز وسطهم. فتم اختيارهم على 9 ان هو يبدأ يجندهم، وطلبوا منه ان هو يطلع على سوريا. جاب هناك واحد اسمه علي نجم. ده كان ضابط في الجيش السوري، بس كان خاين. والاكتر من كده كان عنده معلومات خطيرة جدا في مجال الطاقة النووية. الضابط دوت اساسا كان بعد ما تم تجنيد الموساد قال لهم انا مش هبعت اي رسالة، اي معلومة هديها لكم لازم يجي لي واحد واديله المعلومة يد بيد. بالفعل بعتوا له طارق وخد المعلومات. واكتر من كده لما طلع على نيو دلهي عطوا له لابتوب مشفر، اي حد يقدر يخش عليه يحاول يخش عليه غير طارق من غير الشفره ديت اساسا يدمر نفسه بنفسه. وعطوا له تليفون ما ينفعش حد يتصل بيه غير الشخص اللي موجود الخاين بتاع سوريا دوت. تليفونين نفس الموديل، واحد مع الخاين السوري وواحد مع الخاين المصري. الاسم تليفون، لكن ما ينفعش حد يتصل بيهم غير هما الاتنين بس، عشان يقدروا يتبادلوا المعلومات يد بيد. يعني يقول له تعالى لي، يجي له يديله البيانات. ولما توجه على لبنان قدر ضابط لبناني كان موجود في سوريا يتتبعه، وعرف الشخص دوت اساسا، وبدأ يبلغ جهاز المخابرات المصري اللي بدأ يتتبعه، وعرف حكايته كلها. واول ما وصل مطار القاهره قبضوا عليه. قال لهم انا اساسا تم تجنيدي بالعافيه، وانا جاي عشان اقول لكم ده انا جاي اساسا من سوريا ومن لبنان علشان اديكم كل المعلومات. فطلبوا منه ان هو يفتح اللابتوب. هو كان فاكر ان هو بيتكلم وبس، مش عارفين ان جهاز المخابرات كان متتبعه. رفض، وتحت ضغط فتحوا فلقوا فيه بلاوي، كان كل اشخاص اللي تم تجنيدهم وكل المعلومات اللي بعتها الضابط السوري للموساد، وتم الحكم عليه بالمؤبد. السلام عليكم اصحابي يا احبابي.